اللهم صل على الحبيب المصطفى وعلى اله وصحبه وسلم. اغلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا كلكم بخير. لو حابه بقى تعملي البفتيك بطريقه مميزه وما يكونش حادق منك والكفر بتاعه ما يفكش، لازم تتابعي الطريقه دي. العيد الكبير قرب وكلنا بنحتاس. طبعا هنعمل ايه عايزين نغير في اللحمه. مش عارفين احنا هنشوفها ولا لا، بس يعني يلا، الفيديو ده للناس اللي هتجيب لحمه او هتذبح. تعالوا بقى نسمي بسم الله ونصلي على الرسول وندخل الفيديو كده مع بعض. بصوا بقى، الكلام مش عليه فلوس يا جماعه، فخلونا نتكلم. بصوا هنا، طبعا انا كنت بغفل زوجي، قال لي انت بتصوري؟ قلت له لا انا مش بصور، بس انا كنت فاتحه الكاميرا عشان اوريكم ان البفتيك هتجيبيه برضو من عند الجزار. لازم تدقيه كده بشاكوش او بايد هون علشان يفرد معاكي، عشان لما تيجي تقليه تبقى الحته زي قطعه البانيه كده، ما تبقاش بتشد معاكي. تمام كده. فكان لازم اوريكم اللقطه دي. بصي مفروده وحلوه ازاي، متقلقيش هي هتكش معاكي. تعالي بقى نشوف البهارات بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا هنا كزبره ناشفه، عندنا ملح، عندنا حبهان على ورق لوري مطحون، فلفل اسود، وبهارات لحمه. خلاص. وعندنا كوبايه كبيره عصير بصل، ومعلقتين من الخل. تمام. العصير البصل ده ازاي؟ ده بصل مبشور، وبحط عليه نص كوبايه من الميه، بضربهم كويس جدا في الكبه، وبعد كده بصفيهم، وزي ما انت بتشوفيه كده بيبقى عصير بصل. خلاص. مش هنحط بصل كتير، لا، هي بصلايه واحده ونص كوبايه ميه، وهتديكي نفس النتيجه ونفس التست ونفس كل حاجه. هنا بقلب التوابل كلها مع بعض، والبهارات لازم تعملي الحركه دي. خلاص، علشان البهارات بتاعتك ما تقعدش في جنب وجنب في البفتيك، يبقى حته متبله وحته لا. تمام. انا بقول لكم كل التفاصيل اهو. بالله عليكم بقى حطوا لايك، حطوا لايك، حطوا لايك، حطوا لايك، واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. ما تنسوش تشتركوا في القناه. ولو عندكم صحابكم وحبايبكم كده ان شاء الله هيذبحوا يعني وكده، ابعتوا لهم الفيديو ده. الناس اللي مش عندهم لحمه، محدش يبعت لهم يا جماعه الفيديو ده عشان ما يزعلوش. تمام. هي بتبقى فلتة كده، فاهمين؟ عارفين الفلتة كده. ما هو انتوا مش يعني مش هنموت من جوه، لازم يبقى في حاجة فلتة كده تعدي من تحت ايدينا. هنا طبعا حطيت كل البهارات بتاعتي، وحطيت كل البفتيك، وغطيته تماما تماما بالبهارات بتاعتنا. هنغطيه بقى بأي حاجة عندك، وهنحطه بقى في التلاجة. عايزة تسيبيه تاني يوم، عايزة 4 ساعات في التلاجة، عايزة بعد ساعة، عايزة بعد ساعتين، المهم ان هو يتحط شوية في التلاجة. تعالوا بقى نعمل الكفر. هنا انا جايبه بقسماط، جبت البقسماط العادي وطحنته طبعا في الكبة. انا ما بحبش اجيب بقسماط خالص ناعم من بره، بحس ان هو ايه، يا اما مقرمش كده وفيه تراب، يا اما فيه حاجه مش طبيعيه. هنا طبعا عندنا فيجيتار. تقولي العطار انا عايزه فيجيتار مش حراق، الفيجيتار العادي، وهنحطه على البقسماط، ومش هنحط نشا. تمام. احنا هنستكفي بالبيض، هيعمل لها كفر حلو ومتين. هنا عندنا 3 بيضات او حسب يعني المتوفر عندك. لو عندك 2 بيضة مفيش مشكلة، هنزود برضو نص كوباية مية، مفيش اي مشكلة. عندك بيضة واحدة بس، حطي برضو نص كوباية مية وهتكفي معاكي بإذن الرحمن. تمام كده. هنحط رشة ملح بسيطة على البيض، ورشة فلفل اسمر علشان طبعا ريحة الزفار. في الجنب التاني احنا حطينا ايه؟ حطينا الفيجيتار والبقسماط المطحون. خلاص. طبعا مش هنحط كله على بعضه. تمام. الدقيق في ناحية تانية. تمام. يبقى عندنا هنا ايه؟ واحد يعني نمرة 1 الدقيق، بعد كده البيض، بعد كده الفيجيتار والبقسماط. هعمل ايه؟ اول خطوة هعملها، هاخد البفتيك هصفيه كويس جدا، هنزل عليه بالدقيق. هنزل القطعة كده في الدقيق الاول. يبقى اول مرحلة هي الدقيق، بعد كده البيض. خلاص. عايزه تحطي لبن براحتك، مش متوفر لبن مش مشكله. وقلتلك عدد البيض ده زي ما انت عايزه، 1 2 3 حسب الكميه اللي انت هتعمليها. خلاص. هنا طبعا خرجناه من البيض، حطيناه فين تاني؟ رجعناه في البقسماط والفيجيتار. هكتب لكم ان شاء الله كل الحاجه اللي انا استخدمتها، او كل الحاجات المقادير ان شاء الله في صندوق الوصف. بس ما تنسيش تحطي اللايك. حابه انك انت ترجعيه في البيض
تاني وترجعيه في البقسماط والفيجيتار براحتك، بس ما انصحكيش طبعا انك تعملي كده، لان اللحمه مش هتكون استوت معاكي وهتشد كده معاكي ومش تبقى حلوه. فخليها مره واحده بس، مره واحده دقيق خلاص، وهحط في البيض وبعد كده في الفيجيتار والبقسماط المطحون. تمام. وهيعمل كفر مية مية، هيعمل لك كفر عالي، وهيعمل لك كفر بصراحة ما يتفكش ما يتفكش ما يتفكش. بس اللي هيخلي الكفر عندك ما يتفكش هو ايه؟ هنحط البفتيك بتاعنا، تمام، او الاسكالوب زي ما بيقولوا يعني، هنحطه في التلاجة مثلا او في الفريزر. لو انا مستعجلة عليه هنحطه في الفريزر ساعة، ساعة ساعتين، تمام. لكن لو انت هتعمليه تاني يوم ممكن تحطيه في التلاجة لتاني يوم. هنا طبعا عدى عليه تقريبا ساعة ونص، تمام. عقبال بقى ما عملنا بقى شوية مكرونة وكده يعني، عدى عليه ساعة ونص. هنجيب بقى الزيت بتاعنا، مش لازم يعني يكون زيت يعني كتير قوي، لان بجد يعني بياخد زيت كتير جدا جدا جدا. هنا طبعا بتش كده علشان اعرف ان الزيت بتاعي خلاص بقى مظبوط. شايفين الطرطشة؟ لازم، كان نفسي اسمعكم صوت طرطشة الزيت دي. بصوا بقى، هتنزلي بقى البفتيك، تمام، ولازم طبعا تنزليه في زيت نظيف. والله زعلت على الزيت، الزيت غالي يا جماعة، الزيت غالي. بس هي مرة واحدة البفتيك ده تعمليه مرة واحدة بس، لان هو بياخد زيت كتير جدا. انا عن نفسي ما مش حبيت الاهدار فيه، يعني بياخد زيت كتير قوي. يعني هو حلو، يعني طعمه تحفة ملهوش حل، بس مشكلته في الزيت، واحنا طبعا الدنيا غالية. بصي بقى الكفر، شايفة الكفر القمر ده؟ تحفة تحفة تحفة، جميل جدا. انا قلبت الناحية التانية عشان اوريكي بصي الكفر ما تفكش ازاي. بصي انا بغزه كده بالسكينة علشان اوريكي ان الكفر بتاعه متماسك جدا 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 وملوش حل. هنا بقى عملنا شوية مكرونة وطبعا طبق السلطة. بصوا اهو، شايفين الكفر بتاعه عامل ازاي؟ مش ما تفكش، بصوا، ومقرمش. بس اهم حاجة ان هو يتاكل وهو سخن، لان البفتيك او الاسكالوب ده ما بيتاكلش وهو بارد، تحسي ان هو عامل زي بروة العيش كده، مع انه لحمة، بس لازم يتاكل وهو سخن. ما تنسيش بقى لو لسه ما اشتركتيش في القناة تشتركي وتفعلي زر الجرس. واهم حاجة نصلي على الحبيب المصطفى. انزلي تحت يلا في الكومنتات قولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.